اوعى تسافر صغير هيتداس عليك. ما تسافرش الا كبير. سافر من بلدك كبير. سافر وانت مخلص الماجستير او الدكتوراه او مخلص الدراسات العليا الكبيره او واخد الدبلومات او الكلام ده، هتاخد احلى تعليم في مصر وببلاش. اديك مثال بسيط. دلوقتي الناس مستغليه مثلا اغلى دبلومه مثلا في الجوده في الجامعه الامريكيه انها 80 او 85 او 90 الف جنيه، صح؟ من ارخص الدبلومات المعتمده في المملكه كتوتال كواليتي مانجمنت دبلومه سنه 88 الف ريال. 88 الف ريال دبلومه سنه عادي خالص، يعني انت فاهم. فالموضوع ما هوش سهل. فاحنا هنا في مصر فعلا بنتعلم ببلاش فعلا. فانا ضد ان حد يروح يسافر اول ما يخلص ويقولوا له اي حاجه ويقول له ايه 8000 خلاص حلو، 8000 يقعد يضربها 8 في 13، ما عادش 13 كمان، هي دلوقتي 12 7 او حاجه كمان، وممكن تقل بعد الهوت ماني والحاجات اللي دخلت، فمتوقع ان على فكره الدنيا تقل كمان خلال الفتره الجايه. فهو يقعد يحسبها كده مثلا، يقول لك مثلا 8 في 12، الله ده حلو قوي، ده رقم كبير وانا هجيبه امتى ده، اروح وخلاص. لو عجبك الريل تقدر تشوف الحلقة كاملة على اليوتيوب كاريري كاست، دليلك العملي لكل مجال.